في حلقة ذا ألتيميت انمي بنشوف داني الشبح وهو بيواجه أخطر تهديد في حياته. مش شبح غريب ولا وحش من بعد تاني، لكن نسخة مستقبلية مظلمة من نفسه. والقصة بتبدأ لما داني بيسافر للمستقبل وبيستكشف عالم مدمر بالكامل، الأشباح مسيطرة عليه والبشر عايشين في خوف دائم منه. وهناك بيقابل شبح اسمه دارك داني، وده كان شبح قوي ومرعب، بس بيكتشف تدريجيا الحقيقة الصادمة، وهي ان الشبح ده هو داني نفسه بس بعد ما خسر كل حاجة. فمع الوقت بنعرف ان في المستقبل داني بيكون اتعرض لصدمات نفسية وخسائر كبيرة، وده خلاه ضعيف نسبيا. فاستغله شخص كان اسمه فلاد ماسترز، واللي اقنعه ان هو يفصل جانبه البشري عن جانبه الشبح. والجانب الشبح خرج وهو مليان غضب وشر جدا، ومن اللحظة دي اتولد دارك داني، واللي اول ما استقر على قوته بدأ ان هو يدمر العالم كله بدون اي رحمة. بس داني الصغير بيفهم ان الحل الوحيد مش القتال، لكن منع اللحظة اللي تحول فيها للمسخ ده. فبيرجع بالزمن وبيحاول تغيير الاحداث قبل ما يغضب ويأس يسيطر عليه، لان الحلقة دي كلها بتوصل لنا رسالة مرعبة، وهي ان احيانا اخطر عدو ممكن تواجهه في حياتك هو نفسك لو سبتها للظلام.